تتحرك الان التيكي تاكا المغربيه عبر نقلات قصيره عبر هذه التمريرات، يتجاوب مع الجمهور المغربي بشكل كبير. اذا تحضر الاولي على مستوى بناء الهجومي للمنتخب الوطني المغربي. استلام طريقه جميله رائعه الكره كانت من طرف سفيان مفيد، الانطلاقه من جانب زياش، العرضيه والتمريره، فرصه خطيره، هنا الكنترول، هنا المحاوله، هنا التسديده، جاءت على التمرير، كانت ربما فرصه مناسبه ليسار الكره ليوسف انصاري، يختار التمرير عبر الجهه اليسرى. لاحظوا انسلالات النوعي سفيان بوفال طريقه جميله، والحكم يقول خطا لفائده منتخب الشيلي. الانطلاقه طريقه جميله، سفيان بوفال لحكيم زياش استلام سياسه للمترفض بسرعه من سفيان مرابط، مراوغه جميله، سفيان بوفال يوسف انصاري، استلام عبر السليم ملاح، تصل لسفيان بوفال، سفيان مراوغه جميله، مراوغه الاول الثاني، سفيان بحث عن العرضيه لكن يتدخل دياز باولو ويرتكب المخالفه سفيان بوفال. نتابع هذه اللقطه، هنا التمويل الاول والثاني، ربما في هذه اللقطه كان بامكان سفيان بوفال ان يمرر. حكيمي الجهه اليسرى، عرضيه على المقاس، فرصه خطيره، كنترول جميل من طرف سفيان بوفال، حضرها لنصير مزراوي، نصير تسدد، سفيان بوفال، يلا سفيان بإمكانهم أن يمنحون إضافة لحظة دخول. قلت لكم لاحظوا يعني حريت مباشرة في اتجاه عبد الحميد صبيري بهذا المفهوم بالدارجة المغربية كما نقال، ما صبرش على منتخب الشيلي، يسدد الكرة تستقر في شباك ابراهيم كورتيز وتمنح الهدف الثاني، يفرض على منتخب الشيلي التراجع. مراوغة جميلة، فرصة خطيرة، فرصة رائعة للمنتخب الوطني المغربي، وحماس تجاه الهدف. كان الشوط الثاني دار الأداء ودارت النتيجة، هنا الانسلال، هنا اللمسة، رفع الكرة من طرف النجم عبد الصمد، لأن الروح هذه العائلة المنتخب الوطني المغربي.